انا عارفه اني اتاخرت عليكم كتير قوي، بس انتوا عارفين اكيد، انا متاكده ان انتوا عارفين اخر اسبوع في رمضان واسبوع العيد بيبقوا ارهاق، عزايم، مفيش طاقه، مفيش اي حاجه. فبجد اعذروني، بس احنا رجعنا خلاص لايامنا العاديه، بنشرب قهوه الصبح عادي، ودي في حد ذاتها نعمه كبيره قوي احنا مش مقدرينها. في الفتره اللي فاتت اشتريت ميك اب وسكين كير، يعني وان ايتم سكين كير وشويه ميك اب تانيين. ففي فيديو النهارده هوريكم انا اشتريت ايه. وطبعا بما اني اشتريتهم بقالي فتره كبيره، فبصراحه انا فتحتهم وجربتهم، فاوريدي كونت فكره عن كل حاجه اشتريتها. والميك اب الجديد ده هستعمله بان انا اعمل نفس اللوك اللي انا بعمله كل مره من ساعه ما جبتهم. هو لوك خفيف يعتبر زي النو ميك اب لوك، لان هو الميك اب اللي انا اشتريته يعتبر حاجات اللي هي لو كفرج كده، ما هوش ميك اب جلام، كلها حاجات تنفع اللي هو لو انت خارجه مشوار الصبح ساعه وراجعه، ميك اب ما بيقعدش كتير على البشره. ودي حاجه في ناس ما بتحبش كده، الناس تبقى عايزه اللي هو انا لو جبت بلاش لازم يقعد معايا 24 ساعه. بس في حاجات تانية بلاشز مثلا او برونزر تبقى عايزاها لاستخدام يومي خفيف للشغل، تبقى حاجه تغطيتها او لونها خفيف قوي للنو ميك اب لوكس مثلا وكده، بس ما تنفعش للمناسبات مثلا. اتمنى تكون فتره الاجازه كانت حلوه عليكم، ويلا نرجع للروتين بتاعنا الطبيعي تاني. طيب انا جبت 3 منتجات من هدى بيوتي، منتجين من براند اسمها سيمي هيز وهنتكلم عنها دلوقتي، ومنتج من ميك اب باي ماريو، ومنتج من براند اسمها ساندي رايلي. فخلينا نبدا بالساندي رايلي عشان هو ده السكين كير. انا كان بقالي فتره بدور على سيرم او حاجه تكون انتي ايجينج. للي ما يعرفش انا 31 سنه والسنه دي هتم 32 سنه، فيعني في علامات تقدم سن شويه بدات تظهر على وشي، وبدات احس ان انا محتاجه ان انا اخد بالي من موضوع الانتي ايجينج، يعني بالذات في السكين كير بتاعي، مش مجرد ترطيب او سان سكرين بس. طبعا حاجه زي سان سكرين مهمه جدا 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 في الانتي ايجينج، بس كنت عايزه حاجه زي ريتينول او ريتينويد او ايا كان اسمه ايه في البشره، لان هو ده اللي متخصص في الانتي ايجينج والتجاعيد والكلام ده. وكان بقالي مثلا 3 سنين سمع عن المنتج اللي انا هوريه لكم دلوقتي، وما سمعتش عنه نيجاتيف ريفيو ولا ريفيو سلبي خالص من ولا حد. طبعا معظم الريفيوهات او كل الريفيوهات اللي شفتها من اجانب، لان هو البراند ما اظنش انها مشهوره يعني في الوطن العربي، بس هو موجود في سيفورا الامارات، وهو ده اللي انا يعني عرفت اجيب منهم. بس اي ثينك ان البراند امريكاني، فهو البراند اسمها ساندي رايلي، ما اظنش ان هي مشهوره قوي. بس مشكلتي بقى ايه؟ ليه ما جبتوش؟ يعني من ساعه ما انا كنت عارفه ان هو منتج حلو جدا وعليه ريفيوز تحفه وكده، ليه ما كنتش بجيبه؟ لانه المقاس اللي هو عنده مقاسين، مقاس 100 مللي ومقاس 30 مللي. المقاس ال 30 مللي اللي هو الصغير مش ميني، المقاس عادي بس 30، يعني 30 بدل 100 مللي ب $85. فالمقاس ال 30 مللي ب $85، والمقاس ده ما طلعش 100 مللي، ده طلع 50 مللي، يعني ازيد ب 20 مللي بس ب $122. فده كانت حاجه بتمنعني ان انا اجيب المنتج ده. فخليني بقى اوريكم المنتج ده شكله ايه. ده شكل العبوه، لازم اوريكم العبوه كلها والشكل كله، الباكجينج كله على بعضه. يعني انتوا بتشتروا مش بس الانجريدينتس اللي جواه او الفوائد بتاعته، انتوا بتشتروا اكسبيرينس كامله بالباكجينج الجميل ده. اهو ده شكل العبوه من بره. ممكن اكون انا بافور في اعجابي بالباكجينج، بس ده بقى شكل الازازه من جوه. نحاول امسكها عشان تقعش تتكسر مني. فده شكلها، ودي العبوه اللي هي 30 مللي زي ما قلت لكم. حاجه بصراحه قمه في الشياكه. انا الازرق لوني المفضل، فالبلند بتاع الالوان ده بيخليني ان انا مخي يهنج من الحلاوه. معلش انا مبهوره بالبرودكت ده، فانا بحاول احلل $85 بتوعي. بس خلينا دلوقتي نخش في الميك اب. واول حاجه كنت حاطاه في الليست من زمان هي ان انا اجيب شيد تانية من الكونسيلر بتاع هدى بيوتي، لان الشيد اللي عندي فاتحه جدا. ولو انتوا فاكرين كنت بقعد اميكس الهدى بيوتي كونسيلر مع كونسيلر تاني يكون اغمق شويه عشان اظبط الدرجه، لانها كانت فاتحه قوي. هوريها لكم دلوقتي. دي الشيد اللي كانت عندي. هو الفرق، خدوا بالكم الفرق بينهم مش كبير، بس فعلا يعني دي كانت فاتحه قوي. دي الفتحه دي اسمها هاني اللي هي البيضه دي. ودي الشيد الجديده اسمها خط صغير قوي وانا بدات نظري يضعف، نوجت. هعمل لكم سواتش ليهم الاتنين جنب بعض عشان تشوفوا الفرق. طبعا ايديا اسمر من وشي، فهيبانوا ان هم لونهم زاعق قوي يعني، بس ده الفاتح وده الاغمق شويه. فرق مثلا درجه او درجتين بس فرقوا معايا على وشي. بقيت استعمل
النوجات ده لوحده، مش محتاجه ان انا اميكسه مع كونسيلر تاني. فاول حاجه جبتها هو الكونسيلر ده. وبعد كده طبعا مدام هدى بيوتي نزلت لنا الكولر كوركتور بتاعها، فجبت الكولر كوركتور، ودي شيد بينك بوميلو. كنت محتاره بينها وبين تشاري بلوسوم اللي هي البينك قوي، بس معرفش يعني حسيت ان انا مش عايزه حاجه بينك، ما بحبش منظر البينك اللي تحت العين ده والبينك باودرز والكلام ده، معرفش حاسه، انا ما جربتوش بس حاسه مش هيليق عليا. فجبت الشيد بينك بومالو ده، هعملها لكم سواتش برضو. هي زي يعني ما بين البينك والبيتش، مش الشيد اللي اسمها بيتش، يعني هي درجة بينكي بيتش كده اهي، شايفين؟ ما هياش يعني فقع قوي او بينك قوي. وساعات كتير حتى بقوم يعني اما احط الكوركتور وبعدين الكونسيلر، او اقوم عامله ميكس ليهم هما الاتنين مع بعض، بحيث ان الكونسيلر يدي اندرتون بيتشي شويه، يعني كده هما دول الاتنين مع بعض او جنب بعض اهو. ساعات بقى ان انا اقوم عامله ميكس للاتنين، يعني احط مثلا حته كده من الكونسيلر وحته صغيره من الكوركتور، فهيديني شيد بقى اللي هو ان بتوين. لو يعني بعمل كده لو انا مش عايزه احط طبقات كتير من الكونسيلر والكوركتور، فبقوم عامله ميكس لنقطتين كده جنب بعض، فيطلع لي بقى شيد في النص كده اللي هو ولا فاتح قوي ولا غامق زي الكوركتور، حاجه في النص كده. فساعتها مش هبقى محتاجه ان انا احط كوركتور، هيبقى ده كافي ان هو يكوركت ويكونسيل في نفس الوقت يعني. واللي مش عارف، هدى بيوتي كانت عامله فيديو كده من شهرين ولا حاجه كده، ان هي رجعت تبقى السي او اللي هو الرئيس التنفيذي للشركه بتاعت هدى بيوتي، لان هي كانت سايبه الرئاسه دي من I think 2020 سابتها، والسنه دي رجعت بقى وابتدت تعمل يعني كامبينز رهيبه. لو انتوا مش عاملين البراند فولو على الانستجرام لازم تتابعوا، لان الكامبينز التسويقيه اللي بتعملها او الحملات التسويقيه اللي بتعملها بجد خطيره وناجحه جدا لحد دلوقتي. اولهم الكولر كوركتور ده، وتاني حاجه الليب جلوس ده، وهو هاجيلكوا دلوقتي فيه هحكيلكوا عليه. واخر حاجه عملتها كمان هي الباودر بتاعتها اللي من غير ريحه، كامبين خطير ورهيب وعبقري وبجد ناجح جدا لحد دلوقتي. فطبعا لما جيت اطلب كانت الباودر ما كانتش متاحه في المحل ساعتها، فاكتفيت ان انا اجيب الليب جلوس ده اللي هو اسمه فو فيلر شايني نون ستيكي ليب جلوس، والشيد اللي جبتها اسمها بوم شيل، اظن بوم شيل بينكي براون. فهي لايقه بقى على الليب لاينر اللي انا كنت جايباه المره اللي فاتت من هدى بيوتي اللي هو الشيد بتاعته بينكي براون، فبيبقى ليب كومبو حلو قوي ولايقين على بعض. ومش قادره احكي لكم على حلاوه الليب جلوس ده، هوريهولكم. بس خلينا نتكلم على البرودكت اللي جاي، وهو بلاش من ميك اب باي ماريو، باودر بلاش. جبت الشيد اسمها وايلد بيري. الباودر بلاش اللي عندي قدم قوي بجد، بقاله بتاع 5 او يمكن داخل على 6 سنين دلوقتي، فكنت عايزه باودر بلاش جديد لان حاسه خلاص يعني كفايه كده على اللي عندي ده. فجبت الشيد دي، حاسه شيد اللي هو مناسبه يعني بينك مش فاقع قوي، يعني مش زي الباربي بينك اللي طالع موضه، وفي نفس الوقت مش فاتحه قوي ولا غامقه قوي، مناسبه. ممكن اعمل لكم سواتش ليها اهي، يعني فاهمين شيء شكله طبيعي على البشره وبيبلند حلو قوي. وهوريهولكم برضو في الابليكيشن دلوقتي. وفي هنا مرايه بس لسه ما شلتش الستيكر من عليها، بس مش هشيله عشان عجبني شكله كده. الباكجينج حلو قوي بتاع ماريو. طبعا انا شلت كل العلب الكرتون من الميك اب، بس يعني كان كلها حاجات بيزك، يعني مفيش حاجه تستاهل ان انا اوريها لكم. بس الباكجينج هنا الفتح بتاعه سهل قوي، وكمان القفل فيه اللي هو المغناطيس ده فلذيذ، مش يعني لو انتم مسافرين مثلا او كده مش هيتفتح في الشنطه بسهوله، فلذيذ جدا واحساسها حلو. والباكجينج بتاعها اللي هو المات الابيض بتاع ميك اب باي ماريو العادي. وخلينا نخش بقى في البراند بتاعت سيمي هيز، وهي براند اوند او مملوكه من بنتين فلسطينيات، واحده اسمها سيمي واحده اسمها هيز. اي ثينك ان دول مش عارفه دول اساميهم الحقيقيه ولا لا، بس هم فلسطينيات وعايشين طبعا في امريكا طول عمرهم وكده. فكنت عايزه سبورت البراند بتاعتهم، كانت لسه نازله في الامارات، هي يعني نزلوها الاول في امريكا I think السنه اللي فاتت او حاجه شبه كده، ويا دوبك لسه نازله في الامارات، فحبيت ان انا اسبورت. فجبت من عندهم البرونزر وفي البلاش، وهوريلكم واحد واحد دلوقتي.
والبراند عامه سمعت عليها ريفيوز مختلطه كده، ميكس ريفيوز، ناس بتشكر فيها وناس ما بتشكرش فيها لكذا سبب. ناس كتير مثلا معترضة على السيمي هيز برونزر عشان اولا حجمه صغير قوي بالنسبة للسعر، يعني سعره $25 وبيديكوا 4.1 جرام، يعني تقريبا 4 جرام ب$25. في المقابل مثلا حاجة زي البرونزر بتاع ميك اب باي ماريو، هو نفس البلاش كده بس برونزر. البرونزر فيه 12 جرام وبتدفعوا $32. فلو حسبتوها هتلاقوا ان الجرام الواحد من الماريو $2.50 تقريبا، والجرام من ده $6. فطبعا يعني الفاليو او القيمة اللي انتوا بتشتروها طبعا الماريو هتكون احسن بكتير. بصراحة انا متفهمة ان هما ليه مثلا ان الباكجينج بتاع ماريو اللي هو بيزك قوي فممكن يكون ارخص بكتير من الباكجينج بتاع سيمي هيز. خليني بس اوريه لكم من قريب. هو ده اسمه السكين سويد ميلتنج برونز بالم، ودي درجة اسمها ميبل 05، وده شكله وبيتفتح يعني هو مط الباكجينج بتاعه، شايفين شكله كأنه عامل زي الشوكولاتة كده وبيتفتح كده زي الغطا. وده شكل البرونزر من جوه، هو كريم برونزر او بالم زي ما كاتبينه، ودي الدرجة بتاعته. هو شايفين التكستشر اللي عليه، هو زي ما يكون ما هوش زي كريمز العادية، لا هو فيها تكستشر كده مش خشنة بس يعني ليها شكل كده. وده شكل البرونزر بالسواتش، شكله غامق، يعني هي درجة غامقة بس انا اصلا كنت بدور على درجة 3 وكانت مش في الستوك برضو خلصانة. فلما جربنا الشيد 5 وعملنا لها بلند كده لانها بتعمل بلند حلوة قوي وبتفتح يعني الدرجة كويسة، هتبقى مناسبة على البشرة بتاعتي. البرودكت التاني اللي جبته من سيمي هيز وهو بلاش، وده فرق الحجم ما بين البلاش والبرونزر. المنتج اسمه سيمي هيز بلاش دو او سولار تنت كريم بلاش دو. هو جواه 2 بلاشز. من ضمن الحاجات من اللي لخبطاني ده زي ما قلت لكم بيفتح بالغطا، ده بيفتح كده، فانا كل مره كنت بفتحه كده وهكسره، فلو اشتريتوه خلي بالكم عشان ما تكسروهوش. ده شكل البلاش من جوه. هما درجتين من او مش درجتين، هما البلاش تقريبا نفس الدرجه بس كل واحد ليه فينش مختلف وهوريه لكم دلوقتي. والدرجه اللي معايا اسمها كانيون 04. معرفش هتاخدوا بالكم بقى ولا لا، الناحية دي مط والناحية دي بتلمع، وهعمل لكم سواتش للبلاشز دلوقتي. بس عاجبني الشيد بتاعه ان هو ناتشرال جدا. اي نعم اللونجيفيتي بتاعته مش كويسة، ما بيقعدش على البشرة كتير، وبما انه بالم كده فلو ايديكوا اتحطت على وشكوا وانتوا مش مثبتين بباودر او كده هيبتدي يتشال بسهولة. فهوريكوا ده الناحية المط الاول، هو كريم بس هو الفينش بتاعه مط، وده الناحية التانية اللي هي لامعة شوية. فمش عارفة بقى هتبقوا واخدين شايفين دي فيها لامعة ازاي، التانية الفينش بتاعها مط. فساعات بلاير الاتنين فوق بعض، ساعات بحط المط الاول كده، بحط اللي بيلمع الاول كنوع من انواع الجلو زي الهايلايتر كده، ساعات بستخدم ده لوحده وده لوحده. بس هو عاجبني زي ما بقول لكم منتجات للاستخدام اليومي. هي مش مظنش ان هم كاتبين ان هي حاجة جلام خالص او كده. وبرضو نفس فكرة الريفيوز بتاعة البرونزر ان الكمية اللي موجودة مش ما تستاهلش السعر، بس زي ما تقولوا انتوا بتدفعوا فلوس على الباكجينج لان الباكجينج تقيل يعني له وزن، بس المنتج جوه كله 5 جرام، فمتخيل انه ده هيخلص بسرعة جدا. وبرضو الكلوجر بتاعته ماجنتيك او ليها مغناطيس وبتتفتح بسهولة قوي. فكفاية رأي كده، انا عارفة ان انتوا زهقتوا، فهحاول وانا بمنتج اقصر الجزء الاولاني ده شوية عشان ما تزهقوش. فخلينا نخش في الميك اب. اللي انا كنت بعمله ان انا بس بعمل طبقة فاونديشن خفيفة وبحط كل الحاجات دي، فخلينا نبدأ على طول. وهو زي نو ميك اب لوك كده، فان شاء الله ما يبقاش طويل. طيب اول حاجه بقيت ابدا بيها والموضوع ده عجبني ان انا ببدا بيها الاول، هو البراو جel، وده الانستازيا بيفرلي هيلز اسمه ايه براو فريز جل. وباخد الناحيه، هو فرشه ناحيه طويله وناحيه قصيره، فبفضي، هي بتطلع جل كتير قوي فبقعد افضي فيها حبه كده. وباخد الناحيه القصيره وابتدي ان انا اسرح بيها حواجبي لفوق بقى على جنب، كل واحد حر، بس انا بقى بقوم مسرحها لتحت كده الاول وبعدين اقوم مطلعها لفوق. مش ببقى عايزه الفرشه مليانه برودكت عشان ما تكلكعش يبقى شكلها مش طبيعي.
هو الفكرة بس ان انا احاول اخلي الحاجب ايه مهندم وقاعد مكانه كده، مش ما يتحركش يعني على مدار اليوم، يعني حاجة شبه كده. شايفين يعني ده منعكس شوية، ده مجرد اتسرح وبقى شكله محترم. بعد كده بقى باخد الهاوس لابس فاونديشن، دي الفاونديشن المفضلة عندي لحد دلوقتي بلا منازع، بلا منازع ايفر، يعني مش السنة دي بس ايفر. يعني ببقى عايزة ايه حاجة خفيفة جدا، فهبتدي ان انا اوزعها على وشي كده. وايام كتير على فكرة برضو ما كنتش بحط اصلا فاونديشن، على حسب بقى انتوا عايزين تحطوا يعني يبقى فيه تغطية على وشكوا ولا لا. بس ممكن يعني وان بامب كده وتبتدوا توزعوا الفاونديشن على الوش كله، بحيث انها تبقى فيه تغطية بس خفيفة جدا. وابتدي ان انا يعني ممكن بقى بالسبونج، لان هي بتدي تغطية اقل من الفرشة، يعني حاجة اللي هو ايه توحيد لون البشرة كده مش اكتر. تبتدوا توزعوها كده. اي فاونديشن عندكم سكين تنت يدي تغطيه خفيفه برضو هيكون كويس ومناسب. فده اللي كنت بعمله. زي ما اقول لكم اصلا البرودكتس بتاعت سيمي هيز تقدروا تستخدموها عادي جدا من غير فاونديشن تحتها، وهتبان ستيل شكلها طبيعي. هي دي ميزتها بصراحه، انا عجباني عشان كده، يعني ما تاثرتش قوي بالريفيوز السلبيه، لان حاسه ان هي مناسبه للاستخدام اليومي. لو عارفين لو انت مثلا عندك بنت تين ايجر عايزه تبدا تخش في الميك اب، يعني مثلا عندها 12 13 سنه ويا دوبك لسه هتبدا تحط ميك اب، فدي برودكتس مناسبه قوي لان هي خفيفه، تغطيتها خفيفه ولونها خفيف، وكمان يعني مش اللي هي بتفضل تقيله كده على البشره، لا خالص. هوريكوا دلوقتي، بس انا شايفاها مناسبه جدا النوع ده من الميك اب. فكده شايفين وحدت لون البشره واديتها هيلثي جلو بجد. انا والله العظيم مش مصدقه نفسي من حلاوه الفاونديشن دي. هبتدي بقى اخد البرونزر بتاع سيمي هيز، وزي ما قلت لكم دي الشيد اسمها ميبل 5. فهبتدي ان انا احط كده وابتدي بلند مكانها، وحتى هتلاقوها بتسيح كده مع الفاونديشن. يعني شايفين هي غامقه ازاي دلوقتي، بس لو فضلت ان انا بلند وممكن اقوم عامله لها بلند برضو بالسبونج، شايفين بدات تبقى خفيفه ازاي. فدي حلاوه الفورمولا. طبعا حد تاني يقولك الفورمولا دي لا مش يعني بتتمسح بسهوله او كده. انا فاهمه ان دي يعني حاجه ممكن حد يفضلها يعني حد تاني لا، بس انا شايفاها فورمولا متسامحه، ودي ميزتها. يعني الشيد دي تاني اغمق واحده، يعني نمره 6 هي اغمق واحده، فدي نمره 5، وانا اللي هو بشرتي تعتبر فاتحه، ومع ذلك خليت الفورمولا تشتغل عليا عادي جدا، بس بستخدم اقل وبعمل لها بلند كويس. هعمل نفس الحاجة الناحية التانية بنفس الفرشة. هاخد البلاش وهستخدم الناحية المات الاول اللي هي دي. يعني يمكن عيبها بقى ان انتوا محتاجين فرشة صغيرة او حاجة تعملوا بلند بيها بس. وعلى فكرة الفورميلا بتاعت البرونزر والبلاش الاتنين بينفعوا يعني استخدموا صوابعكم عادي جدا، وده يعني بحس ان ده بيخليها احلى واسهل في الاستخدام، ان انتوا مش محتاجين تولز ولا فرش ولا سبونجز تستعملوا بيها الميك اب ده. عشان كده بقول لكم هو مناسب لاي حد مبتدئ عامه. يعني شايفين بقى قد ايه ناتشرال، يعني انا كاني صحيت كده من النوم، فاهمين؟ ممكن لو انا حسبته بباودر اتقل شويه، لان الباودر هتخلي اللون يروح شويه، وبرضو لسه هنحط كونسيلر فبرضو هيداري جزء منه. بس حتى الدرجه يعني ناتشرال قوي، ما هياش بينك ولا فوشيا ولا بيربل ولا اورنج ولا الحاجات اللي لا، هو لون تحسوه لون البشرة لو احمرت عادي، يعني شكله مش ميك اب، فيري ناتشرال وكيوت جدا. هبتدي بقى اخد الكوركتور، باخد بالي كويس قوي وانا بحط ان انا ما ازودش عشان برضو ما يبانش ما يعملش بقى نتيجة عكسية. فبحط نقطة هنا في اغمق حتة عندي، ونفس الحاجة هنا، وهنا في حتة غامقة برضو. وزي ما قلت لكم ساعات كتير بقوم عامله ميكس للكوريكتور مع الكونسيلر على طول، مش محتاجه ان انا احط طبقه كوريكتور الاول بعدين كونسيلر. وبعد كده ممكن اجرب، انا ما جربتش ادمجه قبل كده بفرشه. دي فرشه كونسيلر هي مش نظيفه، بس ممكن اجرب ادمج بيها. يعني حاسه ممكن تشاري بلوسوم كانت هتبقى مناسبه اكتر على لون بشرتي. يعني استخدم مرايه قريبه عشان مش شايفه حاجه. يعني حاسه ان ده ستيل اغمق من بشرتي. يعني هتعرفوا منين لو هو الشيد الصح؟ لما تحطوا الكوريكتور هيبلند مع لون بشرتكم، يعني لون بشرتكم الحقيقي. لكن ده شايفين انتوا لسه شايفين ان في سنة بينك او بيتش، فيمكن شاري بلوسوم كان هيبقى مناسب اكتر عليا. بس مش متضايقه من ده خالص، يعني كده كده بيتحط فوق الكونسيلر، ما بيبانش بقى ان في طبقه بينك او بيتش تحته.
حاسه ان دمجه مثلا بالسبونج او بالصوابع احسن. يعني هو اتدمج وغطى الغمقان. والفورميلا بتاعت الكوريكتور عامه خفيفه جدا جدا بطريقه مش طبيعيه، يعني كانكم بتحطوا ميه ملونه. بس شايفين هي صلحت الغمقان. وعلى فكرة ساعات بستخدم الكوريكتور مثلا لو في بقعة او حاجة غامقة على بشرتي، نفس الكوريكتور استخدموه عادي جدا. فهستخدم الكونسيلر نوجت الجديد اللي انا جبته، وبرضو مش هحط كتير خالص لان التغطية بتاعته عالية. نفس النقطتين كده هنا برضو، وادمج برضو بالسبونج، وبالباقي اللي على السبونج باخد فوق عيني كده برضو اغطي اي غمقان عندي. يعني شايفين بقى الكونسيلر اكل شوية من البلاش، فهرجع ازود بلاش. بس انا بحب دايما اعمل بلاش والبرونزر قبل الكونسيلر عشان لو غلطت في حاجة الكونسيلر يصلحها. بس دلوقتي ممكن ناخد البلاش ونزود حاجة بسيطة بنفس الفورمولا اللي هي مات. وزي ما بقولكوا ساعات باخد البرونزر كده يعني حتة خفيفة قوي واعمل لها بلند على ايدي، وبعد كده احطها فوق عيني بحيث ترجع شوية دايمنشن. يعني هي حاجة مضحكة ان احنا بنشيل الغمقان وبعدين نحط غمقان تاني. هحط شوية باودر مكان الكونسيلر كده، وممكن برضو اثبت البرونزر والبلاش بباودر. يعني ممكن استخدم الباودر بلاش بتاع ماريو الجديد فوق البلاش ده، واثبت البرونزر بحاجة تانية برضو. بس هستخدم باودر باف دلوقتي اثبت الكونسيلر. هستخدم الباف الصغنطوطة دي بتاعت هدى بيوتي. على فكرة هدى بيوتي اتطوروا جدا جدا. يعني انا اول ما بدأت الشانل انا فاكرة ان انا ما كنتش بحب حاجة هدى بيوتي عامة، بحس ان هي اوفر هايبت على الفاضي، معرفش يعني ما كنتش حاسة ان هي احسن ميك اب. بس بجد يعني كام سنة اللي فاتوا طوروا نفسهم جدا وطوروا الفورميلاز وبقوا تحسهم بقوا هما الترند، قبل كده ما كانوش ترند. وهاخد فرشة واسعة بباقي الباودر كده وهوزعها على باقي الوش. زي ما بقولكوا شايفين بقى لما احط باودر على البرونزر والبلاش بتوع سيمي هيز بيقلوا قوي بيخفوا قوي، وهما مش بتوع جلام. يعني هما لو عايزين تشتروا حاجة للمناسبات هما مش البرودكتس دي خالص. بس هي برودكتس حلوة قوي للنو ميك اب والمبتدئين وكده. انا حاسه ان انا ممكن اجيت اواي وذ البرونزر، يعني هو مغمقش قوي ما فتحش قوي. بس دلوقتي ممكن استخدم البلاش بتاع ماريو، وهستخدم فرشه بلاش اتاكد بس انها نظيفه مش عليها بلاشز تانية. انا بنضف على ايدي يعني، وبعدين اخلص واغسل ايدي بعد كده، بس بحب اعمل باخد الفرشه هو بيجمنتد فتاخدوا بالكم. يعني بملى الفرشه كده وبعدين هنفضها، وبطريقه الطبطبه بقوم حاطه البلاش كده. شايفين برضو لونه ناتشر ازاي، بس بيجمنتد بقى تحسوا رجع اللون تاني بعد ما استخبى. واحلى حاجه بقى في التغطيه الخفيفه ان انتوا شايفين لسه الحسنات والعلامات اللي عندي لسه باينه، كأن دي بشرتكم بقى. يعني انتوا مغطيتوش حاجه، هي بشرتكم كده حلوه بس فيها شويه نمش وحسنات وعلامات وكده. ولو يعني في ناس برضو لو بيزودوا مثلا تغطيه بيجيبوا مثلا قلم الحواجب ويرجعوا لون الحسنات والنمش تاني. وبالباقي اللي على الفرشه برضو بقوم حطاها فوق عيني، بخلي كل حاجه كوهيسيف كده عشان ما يبقاش العين طالعه لوحدها كده لونها غريب. طب بما ان الوش بقى فلات دلوقتي، فانا هرجع شويه ترطيب فيه بالميلك جريب ميلك هيدرو جريب سيت بلس ريفرش سيتنج سبراي. هو سبراي في ميكس ما بين سبراي وفي طبقه زيت كده، بس يعني هوبفلي مش هتسيح الميك اب. بس بما انه بقى فلات كده انا عايزه ارجع شويه جلو فيه، فهرش كده. المفروض ان هو بيثبت مع ترجيع مع ان هو يرجع الترطيب شويه للبشره. اي ثينك ان هو ادى شويه جلو كده، فممكن بالسبونج ابتدي اوزعه. وحطيته زي ما انتم شايفين قبل الماسكارا عشان الماسكارا ما تسحش. اي ثينك كده شايفين يعني رجع جلو بطريقه لذيذه. حاسه ان انا مش عايزه احط الناحيه الجلوي من السيمي هيز عشان انا ما جربتش احطها فوق الباودر بلاش قبل كده، وانا نازله كمان شويه فمش عايزه ابوظ الدنيا واضطر امسح واعيد من الاول. فخليني احط بقى ماسكارا هدى بيوتي وان كوت واو دي ميني سايز. مش فاكره حكيت قبل كده في فيديو، بس يعني شايفاها مش احسن ماسكارا. يعني هي حلوه كل حاجه بس بتفرول بطريقه مش كويسه عليا. بس بما اني المشوار بتاعي النهارده
مش طويل فهستخدمها عادي. ناس كتير بتشكر فيها بس انا معرفش ليه بتفرول جامد عليا. واخر حاجه بقى هنعملها هو الليب كومبو، وهستخدم زي ما قلت لكم البينكي براون ليب كونتور 2.0 بتاع هدى بيوتي، والمفروض ان هو لايق بقى على، حتى هي في الفيديوهات على الانستجرام وتيك توك عامله الاتنين مع بعض في ليب كومبو. فخليني امسك مرايه كده واحدد، وهو زي ما يكون لون شفايفي بس بينكي شويه. انا بقى من ساعتها وانا حاطه الليب جلوس في شنطتي، اي يوم حاطه ميك اب مش حاطه ميك اب حاطاه في شنطتي، وبحط منه طول ما انا بره. بجد شكله ولونه تحفه. فده لون الليب لاينر، يعني انا حددت بيه بس ما ملتش نص الشفايف عشان نحط بقى في الحته دي الجلوس. وخليني اعمل لكم بقى احلى حاجه في الجلوس ده، ان هو كاستمايزبل. يعني ما اظنش ان ده جزء من التسويق بتاعه الماركتنج بتاعه، بس لما استخدمته حسيت ان انا قادره اعمل فيه الحاجات دي. خليني اقرب لكم واوريكم لونه من قريب عشان تشوفوا لونه بالظبط. شايفين هو لا انتوا مش شايفين، ايوه كده شايفين. بصوا اهو، خليني اجيب لكم الجنب بتاعه، هو زي موف كده غامق. اوكي، بس هوريكم ازاي تقدروا تستخدموه بكذا طريقه. اولا خليني برضو اوريكم الفرشه بتاعته انها مميزه قوي، شكلها مختلف اهو، مثلثه كده شويه ومن الجنب وبطاطه بحيث انها بتشيل كميه كبيره من البرودكت. تقدروا تستخدموا المنتج ده بلونه التقيل كده، شايفين بيجمنتد قد ايه، وممكن تستخدموه خفيف جدا كده شايفين، او ما بين البنين وتحطوا طبقه يعني وسطانيه كده بحيث ان هو يبقى فيه شويه لون بس ولا شفاف قوي ولا تقيل زي ده. شايفين ده تقيل ازاي، وده متوسط وده خفيف، وتقدروا كمان تخففوه اكتر على الشفايف. يعني امبارح حطيته بكميه كبيره وبجد خفى الخطوط بتاعه الشفايف، بس كان تقيل شويه. بس هعمل لكم التجربه عشان تشوفوا شكله من قريب. يعني عيبه ان هو بس لما بيتقل بيتجمع على جناب الشفايف، وده مش منظر لطيف خالص. بس هوريكم ازاي بينعم شكل الخطوط. هحطه تقيل قوي عشان تشوفوا. شايفين بقى الشفه اللي تحت، خليني اعمل لكم زوم ان. شايفين فين الخطوط؟ بس مع الوقت وكده والكلام بيبتدي يتجمع على جناب الشفايف، فما حبيتش قوي. يعني حبيت المنظر بس ما حبيتش قوي الموضوع ده، فبحب بقى استعمله خفيف جدا. هرجع بس على الليب لاينر كده وابتدي احطه كده. بخفف بقى الفرشه على الاخر، مش شايف انتوا مش شايفين عشان الزوم. بخفف الفرشه واسيب حاجه بسيطه قوي، وابتدي بقى امشي على شفايفي كده. وده بيبقى منظره مع الليب لاينر بطريقه. ده على فكره ده الطبقه الخفيفه، لو حابين تزودوا شويه هيبقى تحفه، لو حابين تخلوه خفيف تحفه، لو حابين تخلوه تقيل تحفتين. بس ايه يا لهوي، ما نسيت امسح ايدي وجاي على هدومي. رائع، مش مشكله، هسيبه ينشف وابقى اشيله في الغسالة. وده بقى شكل اللوك من بعيد. خليني اروح اظبط شعري بدل المنظر الغريب ده وارجع لكم. وهو ده الميك اب لوك اللي انا بقالي فتره ما بعملش غيره، وهي دي نفس المنتجات اللي بعملها كل مره. شعري هايش شويه، بس قولوا لي رايكم في الكومنتس على اللوك وعلى المنتجات. انا بجد عجبني كل حاجه اشتريتها الحمد لله يعني. وبالنسبه للريتينول سيرم برضو يعني لحد دلوقتي عجبني، بس ان شاء الله اجيب نتائج في بشرتي واحس ان هي فعلا اتحسنت والعلامات والخطوط قلت. فده هقول لكم عليه بعد مثلا 3-4 شهور ان شاء الله. بس ده شكل الميك اب لوك زي ما انتم شايفين، جلوي ناتشرال. في يعني البشره لونها متوحد، بس كلها حاجات خفيفة والوان خفيفة وطبقات خفيفة ولذيذة جدا. وانا ده اللوك اللي عجبني بقالي فترة. ستيل بحب الجلام لوكس والاي شادو وكل ده، بس يعني هو ده غير ان هو سريع، ميك اب سريع بغض النظر عن الفيديو ده بقى طويل قوي. غير ان الميك اب سريع بس كمان شكله ناتشرال وبيديني ثقة في نفسي كده، بيحسسني ان ده شكلي وانا لسه صاحية من النوم، وده الحاجة اللي انا بحبها. وعندي شعر ابيض هنا، لسه بقول لكم تجاعيد وبتاع، وشعري ابيض بدأ يطلع في كل حته. بس كده، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله ما اغيبش عليكم فتره طويله تاني. انا كان عندي فيديو مصوراه في وسط رمضان، بس بفكر انزل الفيديو ده الاول عشان اشرح لكم موقفي وازاي اتاخرت كده. الفيديو اللي بحكي لكم عليه ده يوم
رحت اجدد فيه رخصة السواقة، فقررت ان انا اعمل ميك اب لوك، حاجة مشابهة للميك اب اللوك ده مع اختلاف حاجات بسيطة كده. وبغض النظر ان انا ندمت في الاخر ان انا تعبت نفسي على الفاضي، لان الصورة طلعت زي الزفت ومش باين حاجة فيها اصلا. بس بفكر برضو ستيل اوريكم الفيديو ده، بس بعد الفيديو ده الاول، يعني انزل ده الاول وكده التاني. بس كده اكتبوا لي ارائكم كلها في الكومنتس على اللوك، على البرودكتس. هل مهتمين تجيبوا او تجربوا اي حاجه من المنتجات دي؟ هل عندكم اساسا وجربتوها ولا لا؟ اكتبوا لي كل ارائكم في الكومنتس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وكمان اعملوا لي فولو على الانستجرام وتيك توك، بدات انزل شويه حاجات هناك كده، فيديوهات قصيرة مش مفيدة قوي بس معرفش ليه بتجيب فيوز. فلو انتوا برضو بتحبوا الفيديوهات القصيرة اعملوا لي فولو على الانستجرام وتيك توك، لينكاتهم هتبقى في الديسكريبشن، وكمان الهاندلز هتبقى على الشاشة هنا. وبس كده. thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.